كتير من الناس بتشتكي من الحساسية وازاي انها مزعجة وبتأثر على سير الحياة الطبيعية لبعض الأشخاص. فتعالوا بينا ندردش شوية ونتكلم على بعض الأسباب والأعراض والحلول الخاصة بالحساسية. أولا خلينا نعرف يعني إيه حساسية. الحساسية هي رد فعل من الجهاز المناعي بإفراز أجسام مضادة تجاه أي مادة غير معروفة أو أي مادة الجسم بيصنفها على إنها ضارة بالنسبة له، مع إن المادة دي في الواقع ممكن ما تكونش ضارة، ولكن الجسم بيتعامل معها على إنها مادة ضارة. طيب إيه هي أسباب الحساسية؟ في أسباب كتير بتسبب الحساسية، منها بعض الأدوية زي البنسلين أو بعض المضادات الحيوية المشتقة منه. علشان كده قبل تناول أي مضاد حيوي لابد من إجراء اختبار حساسية. منها كذلك بعض الأطعمة زي القمح والحليب والبيض. منها كذلك لسعات بعض الحشرات زي لسعة النحلة أو الدبور. منها كذلك وبر بعض الحيوانات الأليفة زي القطط أو الكلاب. كذلك بعض حبوب اللقاح أو التراب أو الأشياء المتعفنة ممكن تسبب الحساسية. طيب إيه هي أعراض الحساسية؟ لو حصل رد فعل تحسسي من الجسم تجاه أي مادة بيظهر بعض الأعراض على المريض زي الطفح الجلدي أو صوت صفير أثناء التنفس أو التقيؤ أو الدوخة أو تشنجات في البطن مع الإسهال أو هبوط في ضغط الدم أو تورم في الحلق والفم، أو أحيانا بتوصل لأصعب حاجة وهي صدمة الحساسية أو الأنافلاكتيك تشوك، واللي بيحصل معاها ضيق حاد في التنفس وفقدان للوعي وانتفاخ في المسالك الهوائية التنفسية اللي ممكن يوقف التنفس كليا، ودي بتؤدي للوفاة لو لم يتم التعامل معها فورا. وشوفنا النوع ده من الحساسية كتير الفترة اللي فاتت بسبب بعض المضادات الحيوية المغشوشة في سوق الأدوية، علشان كده لا ينصح إطلاقا بأخذ أي مضاد حيوي خارج المستشفى. طيب إزاي هنتعامل مع حالات الحساسية المختلفة؟ اولا لو انت جالك اعراض حساسيه بعد ما اكلت حاجه معينه او تعرضت لاي شيء سبب رد فعل تحسسي عندك، لابد انك تتجنب الحاجه دي خالص. في الحالات البسيطه بنستعمل بعض مضادات الهستامين للتخفيف من رد الفعل التحسسي. كذلك بنظبط انخفاض ضغط الدم بالمحاليل، وعلى حسب الاعراض اللي ظهرت الطبيب المعالج هيقرر ويوصف لك العلاج المناسب. وفي حاله حدوث الصدمه التحسسيه او الانافلاكتيك تشوك لا قدر الله بنستخدم الادرينالين، وده بواسطه الفريق الطبي اللي بيتعامل كذلك مع ضيق التنفس وباقي الاعراض اللي ممكن تظهر. اخيرا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.